ولكن فيها كتير كتير من الحب. رح نحكي كامل القصة ولكن بعد ما نستقبل صاحبة المبادرة. رحبوا معي بخديجة. أهلا وسهلا خديجة، تفضلي. أهلا وسهلا، أهلا بخديجة. خديجة من المغرب، من أي مدينة في المغرب؟ تارودانت. أين تقع؟ سوس، بالجنوب. بالجنوب؟ أيوة. أنت عندك قصة رح نحكيها بعد شوي، ولكن اسمحي لي أنا أرويها للمشاهدين. القصة وما فيها إنه خديجة متزوجة من شاب اسمه سليم وعندهم بنتين. حب وسعادة إذا فينا نقول، اتفاق وتفاهم بين الزوجين، ولكن في مشكلة كبيرة. المشكلة إنه سليم يتعاطى الحشيش. مش بس يتعاطى، هو مدمن. من كثر محبتها خديجة لسليم حابة تساعده، حاولت معه مرارا وتكرارا، ولكن سليم مش عم يسمع. هي خايفة تضيعه لسليم، يعني صحيا خايفة عليه، خايفة تفقده وأولاده بناته البنتين يفقدوه أيضا. لذلك لجأت إلى هذا البرنامج، لجأت إلى المسامح كريم، مش حتى يسامحها أو تسامحه، ولكن حتى تحل هذه المشكلة أمام ملايين المشاهدين. حابة تحط سليم أمام مسؤولياته ويكون عنده شهادة أمام ملايين المشاهدين أنه سيتوقف عن الإدمان ويتوقف عن الحشيشة. خديجة، أنا بعرف أنه المبادرة اللي أنت فيها صعبة جدا، صعبة عليكي وصعبة أيضا على سليم وصعبة على البنات. أولا شو أعمارهم البنات؟ 4 سنين وسنتين. ما شاء الله. ما لكم زمان متزوجين يعني؟ 7 سنين. 7 سنين. 7 سنين له بهالحالة سليم؟ 18 سنة. له 18 سنة، يعني تزوجتيه وكان هو بهالحالة. طيب عم بتزيد معه؟ كل يوم بيزيد. كل يوم بيزيد؟ كل يوم أكثر من اللي فات. شو بيشتغل؟ مسير مقهى. مسير مقهى. ماشي شغله يعني مع الإدمان اللي عنده؟ هو الإدمان هو اللي كيساعده باش يكون يتواصل مع الناس وباش يكون مكالمي مع الناس ويتعامل مزيان مع الناس. نعم، بيساعده. لما ملي ما كيكونش متعاطي للمخدر بيكون متعصب، بيكون بيصير عصبي أكثر. طيب أنت حاولتي معه إنه جربتي تقنعيه إنه أكثر من مرة. أكثر من مرة، لدرجة أني كنخرج كندي بناتي كنمشي كنخلي لي الدار، نخلي لي ورغم ذلك كيجيو الناس كيتدخلوا بالصلح وكنجي لا ما باقيش غادي ندير، ما باقيش يعني ما نتعطاش باقي للمخدر، بس صافي ما. طيب هل حاول هو مثلا توقف؟ لا، عمره مش عايز يحاول. دي يعني أول مرة وعائلتي متخوفة، قالوا لي غتدير لمصر يعني ممكن يتنرفز عليك تما، ممكن يتضرب معاك ما غاديش يلقى هنا في الاستوديو. لا مش حنوصل لهون. بس انت على كل حال مبادرتي كثير شجاعه، يعني مش سهله الك ومش سهله له، لانه بس انت يومين عم تحكي على الملأ، عم تحكي عن حاله اصلا ممنوعه، يعني مش حنقول انه لدرجه الفضيحه، لا، بس انه مشكله آفة هيدي ممنوعه. على كل حال انا بشكرك على ثقتك وبهنيكي يعني على هذه الشجاعه، ونتأمل انه يجي على استوديو، يقبل الدعوة ونتكلم معه. بتأمل ايضا انه تقدري تفتح الستار ويقول لك المسامح كريم وتقولي له مسامح كريم، ويتعهد امام الملأ ان يتوقف عن هذه الآفة. يا رب. خلينا نشوف ساعي البريد البوسطجي كيف وصل له الرسالة، بعدين نحكي. اهلا استاذ جورج، احنا الان كنتواجدوا بمسجد الحسن الثاني بمدينه سده البيضاء، وغادي ننتقلوا عند سليم لمنطقه الزرقطوني باش نعطيوه الدعوه ديالو. اجيو معايا.
استاذ جورج، حنا دابا قربنا للدار ديال سي سليم، يلا هو معايا باش نعطيوه الدعوه ديالو. السلام عليكم. سي سليم هذا؟ الا كان ممكن نعافيك واحد الدقيقه نتكلم معاك لتحت. السلام عليكم سي سليم، كلشي مزيان؟ الحمد لله بارك الله فيك. سي سليم من مواليد 1983. حنا جبنا لك واحد الدعوه من طرف الاستاذ جورج، ها هي. شكرا واش قابل على الدعوه ديالو؟ نقبل ان شاء الله سيدي، شكرا بزاف. إذا فينا نقول إنه الرسالة وصلت إلى سليم، وسليم بطريقه إلى هنا، وبعتقد هو موجود برا. بس بحب ذكر اللي ما تابعونا من الأول بالقصة اللي رويناها قبل هالفاصل، قصة خديجة وسليم. خديجة دعيت زوجها سليم إلى الاستوديو هون حتى تقنعه، حتى يتعهد أمام الملأ وأمام الملايين بأن يقلع عن الإدمان، إدمان الحشيشة. بدنا نشوف نحن إذا كان سليم رح يوافق، وإذا بيصير في تعهد أمام الجميع، ساعتها بنفتح الستار وبيتصافحوا وبيبنوا حياة عن جديد. عندهم بنتين صغار، واحدة عمرها 4 سنوات والثانية عمرها 2 بدنا ندعي الآن ونرحب بسليم. أهلا أهلا بسليم، كيف أحوالك حبيبي؟ أهلا، تفضل سليم. أهلا وسهلا. إيه الأخبار؟ الحمد لله. طمني على المغرب. نعم كله تمام؟ كله تمام. الشغل كويس؟ الحمد لله. قالوا لي عندك مقهى والأمور ماشية شغالة كويس؟ الحمد لله. أصدقائك كتار؟ الحمد زباين؟ لله. كل شيء كله تمام. الحمد كله لله. تمام. مش أنت مرتبك شوي، مش عايز تكون مرتبك، أنت لازم ترتاح، ما في شيء بيخوف أبدا. أنا دعيتك إلى هاللقاء إلى استوديو لأنه في مسألة بسيطة عايزين نحلها سوا. إن شاء الله. عارف مين ممكن يعني مين وراء هذه المبادرة مثلا؟ عندك شك بحد؟ لا. يعني شوف، أنا وسيط خير، اللي طلب مني أدعيك هو شخص غالي كتير عليك وممكن بحبك كتير. ممكن نعرف؟ وأكيد، وراح تعرف، بدك تعرف. بدي اياك تطلع بالشاشة وتشوف. ايه تعرفها؟ بعرف. علي صوتك. مين هي؟ زوجتك. اسمها خديجة. وعندكم بنتين. 4 سنوات. شو اسمها؟ ماريا الأولى، والثانية ياسمين. ماريا وياسمين. يا عين، الله يخليهم. وبقالكم 7 سنوات متزوجين، وإن شاء الله بعد 70 سنة لقدام إن شاء الله. مش هيك؟ إن شاء الله في العمر. خديجة بعثت لك كتاب تسموه انتم مرسول في المغرب. بعثت لك مرسول. مش عايز تشوفه؟ نعم. بدي انا اقرا لك اياه. تسمح لي اقرا لك اياه؟ نعم. يلا. ليك شو بتقول لك خديجة؟ يعني كلام شعر. بتقول لك: زوجي الحبيب وقرة عيني وأبو بناتي سليم، أكتب لك اليوم كي أقول لك أنني أحبك أكثر مما تتصور، ولعل ذلك هو الذي يجعلني أخاف عليك. أكتب إليك وأنا أعرف أنك تحبني وتحب ابنتيك، ولكن أترجاك أمام الدنيا كلها بأن تقلع عن هذه الآفة اللي هي الحشيش. يا حبيبي الغالي، حرام عليك نفسك، وحرام عليك بناتك اللتين لا أعرف ماذا سيحدث لهما لو لا سمح الله حدث لك مكروه. بتقول لك الحشيش نهايته صعبة فعلا، يعني
ده فعلا. مظبوط. فعلا. يعني بيبدا بالحشيش الواحد بعدين بيتطور بصير. وانا مرعوبه، تقول هي، وانا مرعوبه من هذه النهايه، واسامحك يا حبيبي على اي شيء مقابل ان تكف عن تعاطي الحشيش. اذا كنت فعلا تحبني فوعدني امام الناس وامام ملايين المشاهدين انك لن تقرب الحشيش ثانيه، لمصلحتك ولمصلحه طفلتيك. واذا كنت اغضبتك ذات يوم دون قصد فالمسامح كريم. يعني هي طالبه منك السماح، ولكن طالبه منك شيء اكثر من السماح. طالبه منك انه خلص يعني تغير حياتك، طبعا لانه في تغيير حياه. يعني كل واحد مدمن على شيء لما يتركه حتتغير حياته، بس طبعا تتغير حياته الى الافضل. ان شاء الله انت تتغير حياتك الى الافضل ان شاء الله. شو رايك بهالكتاب؟ شو رايك بهالمرسول؟ ما خبرتنيش فيه، جاتني صدفة، ما خبرتنيش فيه. شو الصدفه؟ أنا حسبت مسابقة. انت مش متوقع، أنا متوقع. انت مفكر انه جاي على مسابقه. طب ما حتربح اكثر من المسابقه هلا، حتربح صحتك. طيب ليك يعني هلا خديجه شايفتك، هي شايفتك وانت شايفها، بدك تحب تقول لها شيء؟ أنا بحبها. بتحبها؟ بحبها علي صوتك لانه أنا بحبها وممكن نحيد الحشيش ونحيد كل حاجة. ممكن والله تقسم؟ أنا أقسم بالله أنا لا بس ما ايش؟ ما حسبتش انه حنوصلك لهون. انت هلا وقعت في الشباك، خديجه وقعتك في الفخ. هذا فخ كبير ولكن فخ ايجابي. فخ ايجابي. خليني اسمع خديجه حتقول لك ايه. خديجه قولي له البيت، قولي له يلا، بس احكيه عربي شوي نفهمه نحن كمان. يلا تفضلي. انا بغيت نقول لك ما باقيش تكمي على قبل دوك البنيات باش تكبرهم. عم تسمع؟ ما نحتاجوش شي واحد يكون ظهرنا، بغيناك تكون معنا طول الحياة. ما بيناش نخسروك واحد النهار تجيك شي مرضى ولا شي مرض سرطاني، شي حاجة اللي ما نقدرش نتحملها. بناتك شكون غادي يخدم عليهم؟ شكون غادي يهزهم؟ نخرج انا نخدم عليهم ونخليهم هما متشردين في الزنقة. كتخرج على راسك وكتخرج علينا حتى حنايا. بغيتك ما باقيش تكمي. دوك الفلوس اللي كتخسر في الحشيش خسرهم علينا حنايا وصرفوهم علينا حنايا. شوف صحتك كي ولات. كنهضر معاك كتبغي تضربني، كتبغي تدابز معايا وتخرج من الدار. طيب مش معقول يعني حب اكثر من هيك ما في. يعني عادة لما بيكون في حالتين مثل حالتك وحالة خديجة بيصير في خناق، بيصير في كذا، والست بتتركه انه روح في داهية. انت عم تقول لك لا انا عايزاك، بدي اياك تبقى معانا ونحافظ عليك وتخلص من هالموضوع هذا. انا مستعد. انا مستعد. كلام كبير. تتعهد والله انه خلاص. فاذا بدك تطلع بخديجه، نقسم تطلع بخديجه وتقول لها يا خديجه انا مستعد من الان. يعني من هنا بدك تقول لها اقسم بالله مستعد انه مستعد. حوقف الادمان على الحشيشه وغير الحشيشه، كل شيء تدخين نوقفه بقى. بعدك شاب وبناتك صغار وزوجي بتحبك وعندك شغل، بقى ناقصك ايه؟ خلاص يلعن ابوها حدا بيحط عدو بجسده. حقيقة ما هذا جسدك إلك. شو؟ انا اقسم بالله قال لي خديجه، ولا هي قالت لك المسامح كريم؟ تنقول المسامح كريم عشان نفتح الستار، وبدي اياك تضمها ضمه شديده وقويه لخديجه وتطلعوا من هون ترجعوا على المغرب وخلاص. اقسم بالله لانه نحن رح نتابع
حنتابع مع خديجة وحنصور ونشوف النتيجة، وعايزين نشوفك إن شاء الله بعدين بصحة أفضل وعملك أفضل وبناتك يكبروا. مش هيك يا سليم؟ الحمد لله. مسامح كريم إلا مسامح كريم. مسامح كريم. مسامح يلا كريم. فتحنا هالستار، خلينا بالله خلص. تفضل تفضل سليم. شايف يعني والله انك محظوظ بهذه الزوجة وبعائلتك. وبدها إرادة، مطلوب منك الإرادة. حتشكرك، لازم حنتابعك. حنتابعك في المسابقة. واليوم أنا بقول إني قمت بعمل من أهم الأعمال، أكثر من المصالحة والهدي والتسامح. تعهد من هذا الشاب الجميل، هذا الشاب إنه خلص يقلع عن هذه الآفة، ورح نتابعه نحن ومنخبركم عنه بعدين إن شاء الله. شكرا. تفضل تفضل يا سلام. والله إني فرح جدا بهالنتيجة، كثير سعيد والله يوفقهم.